هو يعني قال لهم اوكي؟ لان انت كان في مشاكل مع مستر مانويل وهو سابك قبل كده. والله يا كابتن مستر مانويل انا مفيش مشاكل معاه خالص. الراجل يوم ما مشيت باحترام. ايوه ما انا كانش فاهم. عندي مشكله. هي الناس اللي مطلعه ان انا مشيت بطريقه تاني. لا انا مشيت باحترام ومستر مانويل. لا انا مش بتكلم على الطريقه، اكيد مشيت باحترام من الاهلي، لكن قصدي ما كانش مقتنع بيك فنيا يعني. ما هو كابتن برضه يعني الراجل لما جه شاف احمد شديد نضج وهو قال على المؤتمر الصحفي ان احمد شديد نضج، دي حاجه احترمها. وانا تقدرني ان انا اجي ادي للنادي الاهلي كل ما عندي بالكلمتين بتوع مستر مانويل اللي هو بيقولهم بيشكر فيا، دي حاجه كويسه ليا. لكن انا ما هو في نادي الزمالك كان بيتكلم لما كابتن حسام وكابتن ابراهيم كانوا موجود يا كابتن. صح. هل ده يدل ان انا كنت رايح نادي الزمالك على يد حضرتك؟ هو ده يدل ان انا كنت رايح نادي الزمالك؟ لا يعني بدليل انا ما قعدتش مع نادي الزمالك لغايه ما اخلص نفسي. صح. بس كانت الموضوع واضح وباين وانا ما عنديش. طب انت تقول ايه لاستاذ كامل ابو علي من خلال الملاعب اليوم يا احمد؟ يعني هو سمعنا بتقول له ايه؟ كامل انت اب لاحمد شديد. انا بحترمك وبقدرك وانا عايز امشي بطريقه ترضي جماهير بورسعيد وترضي جماهير المصري العاشقه لاحمد شديد اللي عمرها ما هتقلب على احمد شديد. وانا بقول له يا مستر كامل انا في ناس كتيره بتكلمني بتخليني ابقى عليك وانا ما برضاش، حبا للعشره وحبا للايام اللي انا عشتها معاك، وهو يمكن يوصلوا للحاجات دي هيفهم انا بقول ايه. طب والتحقيق يا احمد اللي في اتحاد الكوره، انت هتحضر التحقيق ده ولا المندوب عنك؟ هو كابتن طالما طلبوا مصر لازم يطلبوني، مش هيطلبوا المصري بس طرف. هتروح لازم يعني يطلبوا الطرفين. لكن في نقطه برضه يا كابتن انا بتضايق منها، لان في يعني كابتن خالد الغندور انا بحبه وبعزه وكل حاجه وهو مثل الاعلى وكل حاجه. بس يا كابتن لما بيطلع جاب كابتن مستر كامل، وبدليل ان هو عمال يوافقوا على كل حاجه وسايبني انا الطرف الثاني عمره ما جابني، القناه الوحيده اللي عمرها ما جابتني. يعني برضه انا متضايق من كابتن خالد هيجيبك لو سمع، طبعا اكيد هيجيبك. كابتن خالد اكيد عايز برضه الاطراف كلها تتسمع، ولكن ممكن يبقى انت حد يعني الله اعلم، انا مش عارف يعني افتي، ولكن الحق هنا يعني اي حد لازم يتكلم ما دام خد وجهه نظر. احنا حتى هنحاول نجيب من استاذ كامل ابو علي برضه عشان واحنا ان شاء الله يا كابتن حازم يعني خلال الايام ان شاء الله لو الموضوع هيمشي باتحاد الكوره او هيمشي بالمراضيه، ان شاء الله نتمنى بالمراضيه، ان دي اسلوبي وده اسلوب احمد شديد. انا بتمنى الحياه تبقى كده ان شاء الله. انا بشكرك يا احمد وبتمنى ان شاء الله الموضوع ينتهي. احنا بنحاول نكلم استاذ كامل ابو علي لكن هو واضح ان هو بره مصر في المغرب غالبا، يعني تليفونه رن دولي. بشكرك يا احمد شكرا جزيلا وبتمنى لك التوفيق في اي نادي، في المصري، في الاهلي، في الزمالك. اتمنى من كل الانديه في مصر يا جماعه ان اللعيبه هي في الاخر عرض وطلب، واللعيب نفسه يقعد فين يلعب فين، دي مهمه جدا. اللعيب لما بيقعد بالغصب ما بتبقاش مريحه بالنسبه له، وبيبقى حاسس ان هو مجبر، واللعيب لما يبقى مجبر خلاص ما تاخدش منه كوره تاني.